مرتضى منصور فكرة يجب أن تموت، يجب أن تموت. احنا لبسناه الطرح في سنة واحدة. من أخطاء محمود الخطيب الكبرى إن هو تنازل عن سجنك تاني، وهتتسجن تاني يا مرتضى. على طول شتيمة. شتمنا أنا يا ابن الكلب يا واطي. خناقة دايرة من امبارح بين عمرو أديب ومرتضى منصور على الميديا، وسب وقذف وهاتك يا تلطيش في بعض. عمرو أديب نازل سلخ في مرتضى منصور وبيقولوا إن سبب دمار نادي الزمالك وكل الخراب اللي حصل في الزمالك كان من تحت راسه هو وعياله، وقال إن مرتضى منصور لازم ينتهي، وقال كمان إن أضرار الزمالك على مر التاريخ من العدو الأبدي للنادي هو الفاشل المعزول مرتضى منصور. إحنا قضينا سنين سودا ولا خدنا بطولات ولا خدنا حاجة، وراجل كان ديكتاتور رايح جاي هو وعياله في النادي، كان حاسسها عزبة لغاية ما خلصنا منه هو وعياله ولبسناه طرح ورحل وراح في ال60 داهية. ولحد كده مسكتش عمرو أديب، شكله كان واخد حباية شجاعة باين ولا ايه، وراح قايل انا وراك يا مرتضى ومش هسيبك وهتتسجن تاني والزمالك هو اللي هيعيش. مرتضى لما حس انه اترمى بره وبقى معزول وما عادش يساوي اي شيء راح يقدم بلاغ على ارض 6 اكتوبر. ارجوكم اوعوا تخافوا منه، مرتضى ولا يهمني بنكلة ولا يهمنا قلة ادبه، احنا ما صدقنا خلصنا منه ومن اهله ومحدش بيعبره، دعوه يموت في صمت. وبعدها على طول طلع مرتضى منصور في فيديو هاتك يا شتيمة في الكل، وكان بيقول انا اللي هحبسك يا عمرو واخليك تقعد في البيت قريب، فاكرني مش عارف قصة العقود بتاعت الجمال والفيلات، كل المستندات عندي والسيديهات وايامك سودة. وبعدين راح خابط بوست طويل عريض كله تلقيح على عمرو اديب، وكتب يجوز لميس احبسك يا متجنس واقفل لك قناتك وليك هديه اوفر مني، علقه زي اللي خدتها في مطعم جزيره العرب. فاكر لما طلعت على قناه اوربت تعيط وتقول مرتضى منصور ضربني؟ صحيح يا وسخ، ايه اخبار قفاك؟ انا اللي حاميني ربنا وانت مش محمي قفاك مكشوف لاي حد معاه دولار يا رخيص. استناني اخلص من عصابه التلاديل واربيك عشان انت محتاج تاخد على قفاك من مصري، ولا انت ما بتنضربش غير من تركي. وبعدها طلع عمرو اديب قال يصبح علينا وكتب بوست على صفحته على منصه اكس، وكتب قمت بدري قلت اشوف الاثباتات والسيديهات لقيت نفس الكلام الخايب، شتيمه وفبركه وقله ادب. خلاص فلست يا مرتى وعجزت وما بقتش تخوف حد، دلوقتي احنا بقى اللي هنطلع سيديهاتك ومصايبك انت وعيالك. الزمالك خلاص طالع وانت نازل، ومن هنا ورايح لو مفيش اثباتات في نيابات في كلبشات، فاكرها طبعا. انا قاعد مستني العقد بتاع نيو جيزه، كان نفسي يبقى عندي حاجه هناك.